يلا بينا حكواتي المصري. كل مرة نحكي قصة مع حكواتي المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا مش مجرد قصص، دي دروس من الزمن وأبطالها ناس صنعوا المجد. النهاردة هحكي لكم عن راجل وقف لوحده قدام نابليون. راجل ما خافش من أقوى جيش في العالم وقتها، ولا خدع للإغراءات، ولا حتى انحنى للموت. دي حكاية الشيخ محمد كريم، رجل الأزهر، بطل الإسكندرية، ورمز المقاومة اللي رفض يبيع كرامته حتى لو كان التمن حياته. أنا أحمد عارف، تابع معايا حكوات المصري. البداية لما نابليون دخل مصر في سنة 1798. لما نابليون بونابرت غزا مصر كان شايف ان المصريين ناس بسيطة، هيخافوا من الجيش القوي وهيقبلوا الاحتلال بدون اي مقاومة. هو كان فاكر كده. وصل بأسطوله الضخم ونزل على سواحل الاسكندرية وبدأ يسيطر على البلد مدينة بعد التانية، لكن ما حسبش حساب رجل واحد، شيخ أزهري اسمه الشيخ محمد كريم. من هو الشيخ محمد كريم؟ كان راجل أزهري متعلم، لكنه مش مجرد عالم دين، لا، ده كان والي الإسكندرية، بمعنى أنه كان الحاكم الفعلي للمدينة، وكان محبوب جدا من أهلها. لما شاف الفرنسيين بيغزوا بلده ما قدرش يسكت، بدأ يحشد الناس للمقاومة والاحتلال، وخطب فيهم في الجوامع وحفظهم على الجهاد ضد الفرنسيين. المصريين كانوا وقتها متفرقين، لكن محمد كريم رجل الوحدة وحدهم وجمعهم على قلب الرجل واحد. أول معركة، نار المقاومة. أهل الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد كريم وقفوا في وش جيش نابليون. كانت معركة غير متكافئة تماما. من ناحية المصريين شوية فلاحين وتجار ومعاهم شوية سيوف وبنادق قديمة، ومن ناحية الفرنسيين جيش حديث، مدافع، خيالة، تدريبات عسكرية على أعلى مستوى. لكن رغم كده المصريين فضلوا يحاربوا بكل شجاعة وبسالة، واستمرت المقاومة أيام. ونفس الوقت ده الفرنسيين اندهشوا جدا إن مجرد ناس ما يفهموش في أي شيء في العسكر ما قدرناش نقاوم في يوم أو يومين، لأ، أيام مستمرة. وكان فاكر إنه هيخش المدينة بسهولة، لكنه لقى جحيم مستنيه، وده فعلا اللي حصل. السقوط في الأسر. للأسف بعد أيام من القتال دخل الفرنسيين الإسكندرية بعد ما الأسلحة خلصت من المصريين. لكن حتى بعد الاحتلال الشيخ محمد كريم مكملش مقاومته، بدأ يحرض الناس في السر وينظم عمليات ضد الفرنسيين. وهنا نابليون جن جنونه. هل يخدع البطل؟ لا، ما اظنش. نابليون قرر يقبض على محمد كريم، وبعد ما مسكه جابوه قدامه وقال له بحزم: انا ممكن اعدمك حالا، لكن هديك فرصة، لو دفعت فدية هسيبك حر. رد عليه الشيخ محمد بكل كبرياء: لو عندي مال كنت صرفت كله على الجهاد ضدك. هنا نابليون فهم ان قدامه رجل مش عادي، راجل مستعد يضحي بحياته، لكن مش هيبيع مبدأه ابدا. النهاية العظيمة، لحظة الاعدام. نابليون امر باعدامه فورا، لكن قبل التنفيذ سأله على اخر طلب ليه. تفتكر قال له ايه؟ اكتب في التعليقات لو عارف. بكل هدوء وثبات قال: عاوز اصلي ركعتين قبل ما اموت. صلى ركعتين بخشوع، وبعد ما خلص رفع رأسه للسماء وقال:
كلماته الأخيرة، وهي فعلا مشهورة جدا: اللهم إن كنت على حق فتقبل شهادتي. وبالفعل تم إعدامه، لكن مش ندمان ولا خايف ولا حتى راكب راسه، مات وهو واقف زي الجبل، وفضل اسمه محفور في تاريخ مصر. العبرة من الحكاية: العلم مش مجرد كتب ودروس، العلم قوة وشجاعة. في الوقت المحنة الأبطال الحقيقيين هم اللي بيسهروا. الحرية لها تمن، والمصريين عمرهم ما باعوا نفسهم بسهولة. ودي كانت حكايتنا النهاردة، بس الحكايات ما خلصتش. لو عجبتك القصة ما تنساش اللايك والشير، وقول رأيك في التعليقات، واستنونا في حكاية جديدة من حكواتي المصري.